بعد ما هتجربي طريقة الفراخ دي هيطلبوها منك كل مرة. حرفيا طعمها رهيب. اول حاجة انا معايا هنا 3 اوراق، قسمتهم كده بالشكل ده، وهعمل بقى فتحات. واهم حاجة الفتحات اللي احنا هنعملها توصل للعظم، يعني انا عايزة العظم يبقى باين عشان تستوي معايا كويس، وكمان تبقى متشربة بالتتبيلة. بصوا الفتحات اللي انا بعملها، بفتح كده مكان العظم كويس جدا، بخلي العظم يبقى باين. كل قطعة هفتحها اعملها بالشكل ده. بصوا اعمل فيها كذا فتحة عشان تتبل معايا كويس جدا، وكمان في التسوية تستوي كويس من جوه، ما يبقاش عندي حتت غامقة كده او تكون مش مستوية كويس. فمهم جدا ان احنا نعمل الفتحات دي مكان العظم. ممكن كمان تستخدموا فرخة سليمة وتقسموا بس الصدور على قطعتين، وتعملوا برضو فتحات زي كده عشان تتبل معانا كويس. بعد بقى ما عملت فتحات في كل القطع بالشكل ده، هعمل لها محلول النقع. معايا مية هحط فيها ورق لورا، كمية حلوة كده من الملح، 3 معالق كبار من الملح. هحط كمان قرنفل وورق لورا وحبهان، واحط كمان معاهم شوية من الخل. اقلب بقى كل ده مع بعض كويس لحد ما اتأكد ان الملح داب. احط بقى شرايح ليمون، وهسيبها في محلول النقع ده مش اقل من نص ساعة، وبعد كده اغسلها كذا مرة كويس جدا عشان اضيع منها اي زفارة. بعد ما سبتها بقى في محلول النقع نص ساعة، احضر التتبيلة. معايا علبة زبادي، توم باودر، بهارات فراخ، احط كمان عليهم شوية كده من ال7 بهارات، ورق لورا باودر، فلفل اسود، والملح. حطيت كمان بصل باودر وشوية من الزعتر. ازودها بقى بشوية صغيرين من المية مش كتير، واحط عليها معلقة كبيرة من المستردة. هقلب بقى كل التتبيلة دي مع بعض كويس. عايزة اقول لكم بجد التتبيلة دي رهيبة، هتدي طعم خطير للفراخ. اتبل بقى الفراخ بالشكل ده كده. الفتحات اللي احنا عملناها ندخل فيها التتبيلة عشان طعم الفراخ يبقى طعمها حلو جدا، مش بس واخده لون من فوق. احنا عايزين اللحم من جوه يبقى طعمه تحفة بالتتبيلة دي. ادخل كده التتبيلة في الفتحات اللي احنا عملناها، وهسيبها في التتبيلة دي بس نص ساعة. بعد كده جبت صينية او صاج اللي موجود عندك، حطيت فيه ورق فويل، حطيت فيه شوية مية كده. بعد كده هحط عليه شبكة وارص عليه قطع الفراخ، واكون مشغلة الفرن على اعلى درجة حرارة، وهدخلها الفرن رف اوسط لحد ما تستوي وتاخد لون. وهنعمل لها بقى صوص رهيب. حطيت كده باقي التتبيلة على الفراخ وهدخلها الفرن. تعالوا بقى شوفوا الصوص اللي احنا هنعمله ده بجد رهيب. حطيت معلقة كبيرة كده من الكاتشب، معلقة من العسل الابيض، ومعلقة كمان من الصويا صوص. اقلب بقى كل ده مع بعض. بعد ما الفراخ تستوي هطلعها وادهنها كده بالصوص الخطير اللي احنا عملناه ده، وهدخلها تاني الفرن، يعني تقريبا 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير، واطلعها على طول. ادخلها الفرن بس تتشرب كده بالصوص 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير، واطلعها. هوريكم بقى هتبقى عاملة ازاي، بجد شكلها خطير وطعمها وهم. بعد بقى ما ادهن كل القطع كده بالصوص اللي احنا عملناه، ادخلتها الفرن تاني، وهوريكم بعد ما طلعت عاملة ازاي. بجد خطيرة. كده بقى بعد ما طلعتها من الفرن،
احلى فراخ ممكن تجربوها. طريقتها سهلة ومش هتاخد معاكم وقت وطعمها بجد لذيذ ومميز جدا. شايفين بقى الفراخ واخده لون حلو ازاي، وحرفيا طعمها تحفة. احلى فراخ هتجربوها، شاربة كده من الصوص والتتبيلة مدياها طعم خطير. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطولي لايك واكتبولي تعليق عشان الفيديوهات اللي هنزلها بعد كده تترفع وتوصل لكم. جربوها قولولي ايه رأيكم فيها، متأكدة ان هي هتعجبكم. بصوا بقى مستوية وعاملة ازاي دايبة، والتتبيلة مدياها طعم حلو جدا. جربوها قولولي ايه رأيكم فيها.